تعالي اقولك ازاي عملت صينية الكوسة بالبشاميل دي. تحفة وطريقتها وطعمها خطير. يلا بينا. هنجيب كده نص كيلو كوسة ونقطعهم شرايح رفيعة، نحطهم في شوية زبدة على النار ونشوحهم بملح وفلفل اسمر، وننزل بيهم بقى باي حاجة انت عايزاها. انا هنا حطيت فراخ وحطيت لحمة مفرومة وحطيت سلامي. بالمناسبة الايد اللي بتعمل دي مش ايدي، عشان بس محدش يسألني. وفي صينية بقى عملت البشاميل وحطيته في القعر، وبعد كده نزلت بيه بخليط الكوسة وسويته كده، وبعد كده نزلت بالبشاميل اللي فوقيها. البشاميل بتاع الكوسة لازم يبقى تقيل، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وعلى الوش كده رشيت رشة فلفل اسمر ورشة جوز الطيب، وحطيت شوية زبدة. الفرن على درجة حرارة 180، وسيبيها بقى وهتطلع معاكي بالشكل القمر ده. عايزة اقولك ان انا مش بحب الكوسة خالص، بس حبيتها في البشاميل، طعمها خطير ومش باينة خالص.